اعتبر أحمد التايب في صحيفة اليوم السابع المصرية أن استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو بمجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سقوط أخلاقي جديد لدولة دائما ما تتحدث عن حقوق الإنسان ونشر السلام، وانتكاسة جديدة أيضا في سجل انتكاسات منظمة الأمم المتحدة بعد أن باتت مرتعا لازدواجية المعايير وفقدانها للمصداقية، وبعد أن باتت سمعتها في خطر جراء سياسات الولايات المتحدة التي لا تعرف إلا مصالحها وهيمنتها على حساب الجميع حتى على حساب حلفائها، وهو ما يجب أن تدركه المنظمة الدولية ويدركه أيضا حلفاء الولايات المتحدة، وعليهم يتذكرون أن الولايات المتحدة صديق دائما يخون. وتابع الكاتب أن هناك شعاع ضوء بعد الفيتو الأمريكي، هو أن العالم بات يعرف حق المعرفة أن هناك إجماعا على الحق الفلسطيني. حتى القوى التي لديها حق الفيتو والأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن وبمختلف توجهاتهم ومعظمهم موال للولايات المتحدة، ما يعني عزلة الولايات المتحدة وعدم قدرتها كالسابق في الضغط لتحقيق ما تريد دون الوصول للفيتو. محمد بوشيبة، شكرا لك.